انا بتكلم الحقيقه في موضوع قومي هو عوده الاثار المسروقه، ونبعت مطالبه شعبيه لاول مره نقول لهم رجعوا القبه السماويه مكانهم الحقيقي مصر. اشهر حرامي في التاريخ واللي اخذ مكافاه 150,000 فرنك على سرقته سباستيان لويس، ده حرامي فرنسي ابوه كان عضو في البرلمان الفرنسي وقتها، واللي قطع اشهر لوحه في معبد جميله الجمالات حتحور دندره زودياك الابراج السماويه. تخيل معايا كان هيفجر معبد دندره كله بالديناميت عشان ياخد اللوحه، واللي طبعا تعتبر فريده من نوعها ومرسومه على حجر سمكه 90 سم. لا وبعد ما هربها بادعاء ان هي اكتشاف فرنسي وبطريقه غير شرعيه بعد ما هرب من القنصل الانجليزي اللي عمل له افخاخ وعدى منها في عرض البحر. وبعد ما وصل فرنسا لقى الملك لويس 18 اداله مكافاه 150,000 فرنك على اللوحه. وعلشان كده كلنا كمصريين وكعرب واي حد محب للاثار المصريه لازم يساند ويوقع على الوثيقه اللي خرجها دكتور زاهي حواس علشان استعاده الاثار المصريه المسروقه، واللي اهمهم طبعا حجر رشيد في المتحف البريطاني، وراس نفرتيتي في متحف برلين في المانيا، وزودياك الابراج السماويه في اللوفر. وعايزين نكون الضغط الشعبي الحقيقي على